امبارح تم تغييرات جديدة على الورك authorization permit اللي هي كرت العمل لكثير من الفئات في الولايات المتحدة الأمريكية. كل هاي القرارات اللي قاعدين نشوفها كلها ردة فعل وتصحيح لمسار التساهل مع قانون الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وزي ما احنا شايفين العملية الأفغاني وعمليات نصب واحتيال في أماكن مختلفة وجرائم يقوم فيها بعض المهاجرين بتأثر على جميع المهاجرين في هذا البلد من كل الجنسيات. وطبعا هو اللي يكون جنسيته هو اللي عملها بيتبهدلوا أكثر. الآن من 5 سنوات كرت العمل اللي كان يصدر لبعض الحالات راح يتم تقليصه ل1.5 سنة، حتى وأيضا بعض الحالات لبعض الفئات راح يتم التقليص لمدة 1 سنة. كل هذا الشيء فقط حتى يتمكنوا من مراجعة جميع الملفات الموجودة والبندينج ستاتس لكثير من الناس، وممكن جدا يصير في تعديلات كبيرة على حالتهم. إن شاء الله ما حدا ينضر. وشكرا لكم، بليز شير لأنه مهم لناس كثير. لأنه باي ذا واي الناس اللي معها 5 سنين already valid work permit authorization هذا برضو تغير واتكات ل1.5 سنة. يعني إذا معك واحد 5 سنين مش معناها إنه أنت معك 5 سنين، لا، تغير ل1.5 سنة. وطبعا راجع محاميك لمور accurate information. بليز شير هذا الفيديو لأنه مهم كثير وبيخص ناس كثيرة في أمريكا. شكرا لكم. رياض الوادي معكم من سان لويس ميزوري. بليز فولو شير لايك اند كومنت.